أنا ابتدي أخذ بعض المكالمات. أخويا سعد من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. تفضل أخي سعد. السلام عليكم. سلام لك، تفضل. السلام عليكم. سلام لك. أنا بصراحة يشرفني إني أكون أول متصل بهالبرنامج. الله شرف لي يا أخي الحبيب، تفضل. تسلم. وكم مرة تمنيت إني أكلمك يا رشيد. أشكرك، ده شرف لي صدق. تسلم والله تسلم. أنا بصراحة معي سؤالين، يعني سؤال وهدية برضه. نعم. والهدية لك يا الأخ رشيد صدقني، يعني كم مرة تمنيت أكلمك يا غالي. هو على وجهك يا رشيد، الله يحفظك. أشكرك أشكرك أشكرك. بس احنا بنجاوب، هذا هو لا يستحق الجواب بعد هالتصرف. لا بعد. خليني اخذ شخص اخر من اخ حسين من المملكه العربيه السعوديه، اهلا بك. الو الو، انا سامعك اخ حسين، تفضل. اهلا وسهلا رشيد، كيف الصحه؟ نشكر رب نشكر رب. اتمنى ما تف على التليفون. نعم؟ اتمنى ما تف على التليفون كمان. اصابعك معي زي بعض يا حسين. يا اخ رشيد. انا بهزر معك، تفضل. يا اخ رشيد، انا بس كان عندي سؤال. لا انا بس شفت من السعوديه، انا افتكرت اليوم الخطوط مفتوحه للتف. تفضل. ظريف جدا يا اخ رشيد. الله يخليك. لو سمحت يا اخ رشيد. ايوه. انا بس كان عندي سؤال جدي. ايوه. طيب. انا جدي. تجاوب عليه يعني بصراحه. تفضل. اي نعم. ليه القمص زكريا بطرس لم يرد على الانبا بشوي بخصوص ما ذكر عن شذوذه السلبي الجنسي؟ ايوه. وذكر ايضا انه ان زكريا بطرس في الفيديو باليوتيوب ذكر ان زكريا بطرس ضرب احد الاقباط بالشلوت لانه رفض ان يضاجعه جنسيا. هل تصدق يا اخي حسين، هل تصدق مثل هذه الاكاذيب؟ يعني في اشياء لا يرد عليها، يعني في كفريات بين من عنوانها اول القصيده كفر. يعني لو الانسان يريد ان يناقش ما علاقه هذا بنقاش المواضيع، لا يوجد شيء من هذا الاطلاق. القمص زكريا عنده برنامج اسبوعي مباشر زي برنامج سؤال جريء بالضبط، يطلع كل يوم جمعه. بكره ان شاء الرب حيكون ممكن توجه له سؤال. وجناب القمص أبعد بكثير أن يكون يعني ينتبه لهذه التفاهات. أنا أسميها تفاهات لأنه بعيدة كل البعد عن المواضيع اللي ممكن يتكلم فيها جناب القمص، وله كل الحق يعني ممكن يرد عن هذا الموضوع. خلينا ناخذ الاخ عبد العزيز من العراق، اهلا بك. اهلا، مساء الخير يا اخ رشيد. مساء النور، تفضل اخي الحبيب. انا حقيقه اخ رشيد معجب ببطولات القمص زكريا بطرس. الله يخليك. من اي ناحيه؟ واخر نعم نعم، هي يعني بطوله من بطولات القمص زكريا بطرس. ايوه. قام بها بشجاعه، يعني اللي هي الحادثة التي حصلت عام 66 عندما ذهب إلى قسم شرطة العجوزة وقال. معلش أنا مش فاهم اليوم حصل إيه. يعني عندكم نوع من السعار الروحي، يعني مش فاهم. الأخت شاهيناز من السويد، أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. مساء الخير، سلام المسيح عليكم. سلام ونعمة. اهلا بيك يا شاهيناز. وانا ابونا امبارح كنت بتابع برنامج وكنت بحاول اتصل باخونا رشيد عشان في واحد اعتقد مع الاسف هو من بلدي مع الاسف جدا
اسالك بالكلام اوكي، وبس هقول المسيح يسامحه، المسيح يسامحه. يعني انا امبارح تعرف يا ابونا اتخضيت بجد، يعني جسمي اتخض لان مسك بالكلام ده، وانا بعتذر بالنيابه على اي عراقي بيمسك باي كلمه يا ابونا. اشكرك يا بنتي، اشكرك. بس اقول انه المسيح يهديهم. امين امين. بالنسبه للاساء ليا، الحقيقه انا بعتبر دي بركه شاهيناز، بركه كبيره قوي، لان المسيح قال لنا كده: طباكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فأنا ببقى سعيد قوي إن أنا أسمع هذا الكلام بمنتهى الصراحة، لأنه شيء بيزكي الإيمان. وخدي بالك من مثل أقوله لك حلو قوي. الشجرة النخلة اللي بتطرح بلح، نخلة اللي بتطرح بلح هي التي ترمى بالحجارة. يعني لما تلاقي نخلة كده والناس عمالة تضربها بالحجارة، اعرفي انها بتدي بلح، وعوض الحجارة والطوب بتدي لهم رطب عشان ياكلوا ويشبعوا. فأنا بسامح وبقول ربنا يبارك هذه النفوس، وأنا لا يهمني شيء من أي إساءة على الإطلاق. لو هم شطار يسيبوا الناحية الشخصية، يسيبوا الناحية الشخصية، يسيبوا الناحية الشخصية، يتكلموا في الناحية الموضوعية. يعني أنا ما بيهمنيش حاجة في الناحية الشخصية بتاعتي، يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، مش مشكلة، اختار الله أدنياء العالم، مش قضية. لكن المهم ان هم يناقشوا المواضيع اللي احنا بنطرحها عشان ربنا ينور قلوبهم وعينيهم. اشكرك يا شاهيناز. امين.